كل واحد يحمد ربنا على اللي هو فيه، سواء فقير سواء غني، الحمد لله كل واحد يشكر ربنا ويحمد على اللي هو فيه. والله كلنا الواحد راضي بقضاء ربنا وكده وصابر، الحمد لله ربنا راضي يقويه وتزود إيمانه. رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعاده. قعدة رمضان حلوه يا جدعان، شهر الاحسان كله عباد. الأوضة اللي أنا قاعد فيها دي نظيفة جدا، لأن صاحبتها نظيفة جدا. حلقة جديدة من خير وبركة علشان تتعلموا وبس. امسكوا ورقة وقلم واكتبوا ورايا: أمان إبراهيم إنسانة عظيمة. أمان إبراهيم إنسانة جميلة. أمان إبراهيم رمز من رموز بناتنا الحلوين الطعمين اللي يستاهلوا نخبط عليهم ونسأل عليهم وندعمهم ولو بكلمة حلوة. يلا بينا نتكلم مع أمان إبراهيم. هله هلالك اهلا رمضان، وفرحنا لك اهلا رمضان، نفرح ونهيس جبنا الفوانيس اهلا رمضان. هله هلالك اهلا. أقل ما يقال عنها إنها جميلة. أماني رمضان كريم. الله أكرم عليك وعلى المسلمين يا رب. أنا سعيد إن أنا معاكي. والله وأنا كمان ربنا يخليك يا رب. قولي لي بقى الأول، أنت إيه المشكلة الصحية اللي عندك وحصلت إزاي؟ هو حكاية ظروف إيديا بس، دي من وأنا في تانية ابتدائي وحصل لي مرض وكده، فكان بيوقع العقل اللي في صوابعي وكده، والحمد لله ربنا كريم الحمد لله. أنا أحسن من غيري بكتير والله. أنت جايبة الرضا ده منين بقى؟ من ربنا الحمد لله. طب جايبة الصبر ده منين والابتسامة والبهجة دي منين؟ من ربنا ومن ترضية والدي ووالدتي ليلي والله الحمد لله. أنا عايز أقول لك حاجة، تصدقي بالله العظيم ونعم بالله. أقسم بدين الله إنك أوضتك أنضف من أوضتي. ربنا يخليك، ده من ذوقك والله. لا أنت يعني برغم ممكن تبقى الظروف المادية عادية وبسيطة، لكن أنت بتحبي النظافة، بتحبي الحاجة تبقى كويسة. طبعا والله ما بعرفش اطلع اصلا من اوضتي، اول ما بصحى ما بعرفش اطلع لما لازم اروق السرير بتاعي واوضتي وده كنسها على طول. الحمد لله يعني بحب النظافه، حتى يعني بنات اخويا بعودهم ان هم يرتبوا سرايرهم ساعه ما يصحوا، تبقى اوضتهم نظيفه على طول كده يعني. الأول أنت شفتيني قبل كده بصراحة؟ انا شفتك في كذا حلقه مع احمد اخويا، وكان ليك حلقه امتى يا ربي انا مش فاكره. انا شفت لك حلقه دي تاني من الاسبوع مع احمد اخويا. كنت متخيلة إن أنت ممكن في يوم من الأيام تبقي ضيفة معانا؟ لا خالص؟ لا والله. طيب قولي لي، أنت عايشة مع مين هنا؟ انا هنا في بيتنا مع احمد اخويا ومراته وبناته. ووالدك ووالدتك؟ والدي ووالدتي متوفيين، يعني والدي ده دخل كده 8 سنين ونص اهوت، او والدتي 14/5 اللي جاي ده هتبقى عليها 6 سنين متوفية. أنت ظروفك الاجتماعية إيه؟ والله هو يعني الحمد لله هو بقبض من تكافل كرامة 445 والحمد لله. لا ما بسألكيش عن ظروفك المادية، بسألك عن ظروفك الاجتماعية. يعني لوحدك متزوجة؟ لا انا ما اتجوزتش لسه. أنت عندك كام سنة أصلا؟ عندي داخلة في 43 سنة كده. ما شاء الله. صحباتك اللي كانوا معاكي لسه معاكي بيسألوا عليكي وفي تواصل بينك وبينهم؟ لا مفيش. مفيش؟ لا. طب أنت بتقضي يومك إزاي أصلا؟ يعني ده بصحى من نومي ارتب اوضتي نتغدى، مثلا اطلع الشارع اروح عند اختي شويه، اطلع عند السطح على فوق السطح شويه كده طب يعني. وفي رمضان؟ في رمضان بطلع برضه اروح لاختي، نمشي في الشارع كده يعني، نشوف المحلات كده. طيب أنت صايمة ولا فاطرة؟ لا صايمه الحمد لله. بهزر طبعا، يعني صايمة؟ صايمه الحمد لله. صايمة رمضان كله؟ الحمد لله. طيب بتصومي في أيام غير رمضان؟ اه بصوم اثنين وخميس، شعبان وفي رجب، وفي الايام العاديه بصوم 3 ايام القمريه دي لو 13 14 15. الله. يعني طب أنت الناس اللي شايفانا دلوقتي، اللي بيتعب شويه واللي بيجيله شويه برد، والست اللي بتتعب في الميلاد بتقول لك انا ما كنتش قادره وانا ربنا يعني اشمعنى انا يا رب، واللي بيتألم شويه بيشتكي، انت تقولي لهم ايه وانت عندك كل الرضا والصبر ده؟ والله كلنا الواحد راضي بقضاء ربنا وكده وصابر، الحمد لله ربنا راضي يقويه وتزود ايمانه وزود النشاط بتاعه والقوه والحيويه وكده.
انت ليكي علاج، ليكي يعني اي حاجه ممكن تتعمل؟ لو هو مثلا الأطراف ديت، بس مش عارفة يعني. هي الأطراف في ناس دول يعني عشان الشكل المادي وكده، أنا حاساها مش عارفة، حاساها عادية يعني. مش في عقبة بالنسبة لي لإلها أصلا. يعني الحمد لله دعنا لكل حاجتي الشخصية بنفسي. أكلي شربي، أشطف ألبس هدومي، يعني الحمد لله. يعني انت حاجتي جميله. ربنا يخليك بس. نفسك في ايه؟ انت نفسك في ايه؟ والله أنا نفسي أعمل عمرة، بس حكاية الظروف الفلوس وكده المادة دي. ف يعني الفلوس وغير كده بيقولوا لازم يكون مرافق، فمش عارفة يعني لو ظروف حلوة ممكن أروح أنا وأحمد، أنا وأختي الكبيرة كده يعني. انا مش عايزك تزعلي نفسك خالص من اي لا أنا حاجه. مش زعلانة الحمد لله والله. كفاية إن أنا شفتكم والله. والله احنا اللي سعد اننا ربنا يخليك يا شفناكي. أستاذ سامح، يا رب انت ربنا هتملي يخليك. كل البيوت دي بهجه وسعاده. عندك بتتابعي السوشيال ميديا؟ اه. يعني الحلقه دي هتشوفيها؟ اه إن شاء الله. طب هيفرق معاكي لو حد كتب لك كومنت حلو او حد كتب كومنت يضايقك بصراحه؟ لا هو اللي يكتب كومنت حلو هتبسط، كومنت وحش هو براحته، كل واحد وذوقه، كل واحد حسب دماغه بتوديه لفين وكده. كلمة حلوة كلمة وحشة كل واحد وضميره يعني عادي. الكلمه الحلوه هتفرق معاكي؟ أيوة هتبسطني الحمد طب انت لله. بتعرفي تردي يعني؟ اه بعرف أرد. يعني بتعرفي تكتبي اقصد على الفيسبوك؟ لا كتابة كده لا، إنما ريكورد يعني مثلا أعمل المايك وأرد كده إنما بتكلم ريكورد بالصوت بتوصل كتابة اه، كده يعني. تتكلمي ريكورد وبتوصل كتابه. اه. اه. طب احنا النهارده عندنا يعني دكتور محترم اسمه ابو بكر العوضي، هو اللي بيرعى البرنامج، وهو يعني قال لنا عايزين كل يوم نسأل حد سؤال ونشوف مين ممكن يكسب. هتقدري تدخلي معانا في المنافسة؟ ماشي هنشوف ربنا يسهل. بس احنا عندنا شرط، اتفضل. اللي بنسأله سؤال ما بيعرف بيكسب، هيكسب معانا مبلغ 1000 جنيه. طيب اللي مش هيعرف يجاوب هنضطر نفطر عنده النهارده. والله سوا كده او كده يا مرحب بيكوا والله، ولا طيب نفطركوا والله، انت اول يرجع في كلامه. اللي يرجع في كلامه يبقى شاعر. بص يا ستي، خلينا نسألك في حاجات كتير قوي الناس ما تعرفهاش دينيا، انت اكتر حاجة بتحبيها ايه الاول عشان اسألك فيها؟ يعني انا اكتر حاجه هي الصلاه، الحمد لله عمري ما في حاجه عطلتني عن الصلاه اصلا. طيب حتى الواحد لو في مشوار وتعبان وفاتوا الصلاة من الظهر والعصر والمغرب كده، الواحد يصلي. حتى اخواتي كده الحمد لله، تد- عندي محمد واحمد كده. ايه الصلوات اللي انت بتصليها؟ ما هو الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي صلاة ديت ممكن نصليها مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، مرة في العمر، اللي هي صلاة التسابيح دي. انت عارفة صلاة التسابيح؟ اه. وبصليها كل خميس الحمد لله، ساعات بعد العصر ساعات طب بعد قولي لي ايه صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح دي 4 ركعات، كل ركعة بتطول في أول ركعة، وأول حاجة بتقول الله أكبر تعمل كده، بتقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ما تقرأ الفاتحة وسورة قصيرة بتقول 10 مرات، وفي الركوع 10، وما ترفع تاني كده 10، وفي السجود الأولانية 10، وانت قاعد كده 10، وتركع تاني 10، وكده تقف ما تقولش وانت آخر قاعدة دي. يعني انت في الركعة 75 مرة. انا فخور بيكي جدا يا ربنا اماني، يخليك يا أستاذ. وانت كسبت معانا جايزة البرنامج، ودي هدية مقدمة من دكتور ابو بكر العوضي. الاول لو حد عايز يتواصل معاكي على الواتس، حد عايز يطمن عليكي، واحده عايزه تبقى صديقتك وتجيلك، اسمحي لنا ننزل رقم تليفونك، ممكن يبقى في حد عايز تبقى تيجي تطمن عليكي. عادي ما فيش مشكلة والله، أنا بقى مبسوطة بالناس والله. تحبي تقولي للدكتور ابو بكر العوضي راعي البرنامج، يعني في رمضان نقول ربنا يجازيك خير على اللي انت بتعمله يا رب، ويجعلك في ميزانات حسنات. وتقولي ايه للناس اللي شايفيننا بقى؟ يعني كل واحد يحمد ربنا على اللي هو فيه، سواء فقير سواء غني، الحمد لله كل واحد يشكر ربنا ويحمد على اللي هو فيه. يعني الحياة مش فلوس، الحياة قناعة وحمد ربنا، والواحد يكون مبسوط وراضي باللي هو فيه الحمد لله، يبقى ربنا يزيده من نعمه من كل حاجة الحمد لله والله. ده كان لقائنا مع امان ابراهيم، بنت قرية السعدي بمركز ومدينة الحسنية بمحافظة الشرقية. الصورة أبلغ من الكلام. أكيد اتعلمتوا الاحترام، أكيد اتعلمتوا الالتزام، أكيد اتعلمتوا يعني إيه
صبر واخلاص ومحبه تكون تمام. فعلا اماني لازم تكون رمز لكل بناتنا، لازم تكتبوا لها كومنت كويس وتعملوا لها تعليقات كويسه. رقم تليفون اماني هيبقى موجود على الشريط طول وقت الحلقه، اتصلوا باماني اسالوا عليها. لو حد من وزاره الصحه يقدر يتواصل معانا علشان نشوف حل للاطراف الصناعيه الاماني يا ريت. لو حد من وزاره السياحه او حد من المسؤولين عن السفر او حد يقدر يساعد اماني انها تروح عمره يا ريت تتواصلوا معاه. يا رب نكون قدرنا نجبر خاطر اماني النهارده بالزياره. شكرا للراعي الرسمي الدكتور ابو بكر العوضي. استنونا في حلقه تانية من برنامج خير وبركه. شكرا لفريق العمل اللي تعب خلف الكاميرات. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الراعي الرسمي لبرنامج خير وبركة مجموعة معامل دكتور أبو بكر العوضي بمركز الحسنية بمحافظة الشرقية، وكل عام وأنتم بخير.